السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي مساء الخير. كنت عايز اخد بس كده من وقتكم كده دقيقتين بس نوضح مع بعض كده كام حاجة كده. انا طول عمري يعني مش عملية ماليش رأي ولا بتاع، بس ما بحبش وجع الدماغ، ما بحبش اخش في نقاش يعني مع حد يوجع دماغي او اخسره او حتى مثلا يعني طول عمري رأيي في السياسي مثلا مش عارف بلد ايه فلان ايه بتاع بخليه دماغي، يعني ما بحاولش اتكلم فيه مع حد يعني. حتى لما بقعد في قهوة مع صحابي في المحل مش عارف ايه بتاع، اي كلام بيتقال كده وبتاع ولا بحط اي دماغي فيه. بكلمة مثلا بتاع، انما كنقاش حقيقي يعني ما بحبش بصراحة ايه وجع الدماغ يعني. حتى في الكوره اصحابي يقعدوا مش عارف ايه ويجوزوا بعض ويبعتوا رسائل مش عارف ايه وبتاع، ما يبقى في مطوشه كده سخنه شويه وبتاع. انا ما بحبش يعني ايه ادخل نفسي في اي حاجه، ولا في الدين ولا في السياسه ولا في الرياضه ولا في اي حاجه، بخلي رايي لنفسي يعني. آه طب انت بتتكلم اهو اليومين دول وبتاع وعلى القناه ومش عارف ايه وبتاع وكده. بص يا جماعه، عشان بس اليومين دول الاستفزازات يعني بقت جامدة شوية، والمعيشة بقت صعبة مش عليا بس على الناس كلها. فخلاص الواحد يعني شبه كده جاله ايه يعني، زي كبت كده جامد يعني، مش خلاص مش قادر يعني. هو ده السبب اللي خلاني اتكلم يعني. بس الاقي حد مش عارف طالع يكتب لي كومنت في القناة مش عارف بس يهبل، انت همك على بطنك، احنا في حالة حرب. مش حالة، ماشي على عيني وعلى راسي، احنا في حالة حرب مش مشكلة. طب ما فين يا باشا؟ طب ال10 سنين اللي فاتوا احنا كنا بنعمل ايه؟ برضو كنا في حالة حرب. وبعدين حالة حرب ايه يا باشا؟ ده اليابان مثلا اتضربت بقنبلة بقنابل نووية، واديك شايف اليابان عاملة ازاي دلوقتي. روسيا اتفككت وبقت 100 حتة و100 بتاع ومش عارف ايه، واديها اديك شايف عاملة ايه دلوقتي، ومبهدلة الدنيا ولا حد قادر يفتح بقه معاها. الموضوع ملهوش علاقة بحالة كذا ولا حالة كذا ولا حالة كذا. حاله حق. طب ما انت بقالك اكتر من 11 سنه عمال تعمل مع اثيوبيا مش عارف ايه وتشتكيها يمين وشمال وبتاع. وامبارح السد، مالت السد خلاص كده كده الفتره اللي فاتت، قصدي يعني عملت افتتاح للسد بتاعها وعملوا هيصه وعملوا بتاع واستفزاز ما بعده استفزاز. وعباس الدكتور عباس شراكي طالع امبارح يقول لك اثيوبيا كده فرضت امر واقع على دول المصب اللي هي مصر والسودان، وبقى ممكن وبقى معاها ورقه ضغط مش عارف ايه وبتاع. ده هو اللي بيقول منهم مش مني، مش انا اللي بقول. بقى عندها ورقه ضغط وبتاع، فمن غير ما تضرب طلقه واحده. فالموضوع يعني انا يعني هم جماعه اللي بيتكلموا مش انا والله. انا مجرد يعني بعلق بس على الكلام اللي هم بيقولوه والله العظيم، ولا بكتب والله حاجه ولا حد بيقول لي ولا في اي حاجه من الكلام ده. انا مواطن عادي والله وقاعد في مصر في اسكندريه وكافي خيري شري وبتاع، بس هو بدردش يعني. خلاص هموت من الوضع اللي الواحد بقى يعني وصل له، مش انا لوحدي اكيد يعني في ناس كتير اكيد زي يعني. بس دي كل الحكايه يعني. فحتى لو حد عايز يكتب حاجه وبتاع يعني بلاش يعني ليه؟ بأدب، انا بتكلم بأدب، وعمري ما غلطت في حد وعمري ما انتقدت حد مش عارف يعني. انا بقول يا ريت نعمل كذا يا ريت نسوي كذا. طيب مش هنتكلم في موضوع كده، وهحط لكم بالصوت والصوره، مش انا برضو اللي بقول حاجه من عندي. رجل الاعمال الاماراتي، بلاش رجل الاعمال الاماراتي دلوقتي، هو نفس الموضوع. لما عملوا قانون الايجار القديم وافقوا عليه ومش عارف ايه، ولما مؤاخذه يعني المسرحيه اللي احنا شفناها في مجلس النواب والتسقيف والمش عارف ايه والكلام ده كله، ماشي مفيش مشكله. طلع مسؤول المستشار، لا سياده الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون النيابيه في البلاد يعني، طلع قال لك لا 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 ما فيش الكلام ده. وسط البلد ايه اللي احنا بنعمل مش عارف ايه. والسيد رئيس الوزراء برضه قال وسط البلد ملهاش دعوه بالقوانين اللي احنا بنعملها، احنا بنعمل قانون عليه 70 سنه وبال 70 سنه بص مع او ضد مفيش مشكله خلاص تمام تمام ماشي. انا طبعا ضد القانون والناس الكبيره دي اللي هتتنيل تتهجر وحاجه واكل العيش واتكلمنا فيها قبل كده يعني في فيديو قبل كده يعني. المهم الحكومه طلعت نفت وتمام ومية مية. رجل الاعمال محمد العبار اسمه الاماراتي طلع في قناه صدى البلد
مع المراسل بتاع السيد العظيم احمد موسى، الرجل اللي هو يعني ايه. تمام ماشي. والمذيع هحط لكم الفيديو يعني واحنا بنتكلم كده، هحط لكم تصريحاته كلها وتمام ومية مية. تعال نشوف بقى تصريحاته الاول وبعد كده نعلق عليها. تمام. فرص اخرى في مصر ان شاء الله. انا عايز وسط البلد. وسط البلد ان شاء الله. حضرتك تحدثت عن وسط البلد، حضرتك ناوي عليه في وسط البلد؟ لا شوف، حبي لوسط البلد لان عظمه القاهره لا يعني شيء ما في داعي الكلام عليه، لكن وسط بلد القاهره، هذه القاهره مش يعني والله اقتراح يعني الحكومه المصريه انه ما تتعب نفسها كثير، في مستثمرين جاهزين، نعمل فند نشتغل كلنا مع بعض، كل رجال الاعمال مع بعض. حضرتك بتتكلم عن وسط البلد كانك بتتكلم عن حلم، مش قصه رجل اعمال داخل باستثمارات عشان اكسب، لان حضرتك ما شاء الله معاك فلوس كتير. تمام. ادينا شفنا تصريحات اللي هو رجل الاعمال الاماراتي معروف طبعا، قالها قدامكم، قدام اهو في قناه صدى البلد، قدام مرأى ومسمع كل العالم. تمام ومية مية. يعني انت حضرتك حتى يعني خلاص بانت كده، هم عملوا لك قانون تفصيل ليك لحضرتك، واكتر من 10 15 مليون مواطن ممكن يبقى مصيرهم يا يتنقلوا بقى من بيوتهم ويسيبوا ذكرياتهم وحالهم ومالهم والحته اللي اتربوا فيها واللي وفي ناس طبعا يعني هتتكرش من بيوتها، وغير الايجارات اللي يعني كل الكلام ده اللي انتوا بالكم فيه ده. وعملوا لك قانون كذا وطلعوا هم بلسانهم قالوا لا 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 ما فيش حاجه اسمها وسط البلد، احنا ما بنعملش كده عشان وسط البلد وبتاع. وتروح انت طالع قايل لا انا عايز وسط البلد ومش عارف ايه وبتاع، وبتتكلم بمنتهى الثقه. والناس طلعت جابت اللي انت عامل شركه هنا مش عارف اسمها شركه ايه كده، مش عايز اقول اسامي يعني الناس كلها عارفه، وشارين عقارات كتير في وسط البلد ويعني اتعمل لك قانون يا باشا، يعني انت براحتك. وتطلع كمان تحرجهم قدام العالم كتول انا عايز كذا. يعني دول يعني ايه يا جماعه ده في ايه؟ يعني حتى هم طلعوا نفوا قالوا لا لا مش وسط البلد، احنا بنعمل قانون مش عارف ايه عشان القانون اللي حصل ده زمان ظلم الناس وبالظلم الناس. ظلم الناس ايه يا باشا؟ يعني انا والدي عنده يعني ربنا يديه الصحه يعني، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه كان بيحكي لي وبيقول لي اما سمسار بيجيب زبون ويخش الشارع، كانت البيوت زمان كده مكتوب عليها للايجار للايجار للايجار. الشارع كله يعني الشارع كله فيه 20 عماره، 15 عماره مكتوب عليهم للايجار. كان الزبون بيطلع بقى يتفرج براحته، بيطلع العماره دي ويطلع دي. بيقول لك لما يطلع مثلا عماره يتفرج عليها ينزل من العماره عشان يروح يتفرج في كانوا بيتخانقوا عليه في الشارع. يعني اصحاب الاملاك كانوا بيتخانقوا عليه في الشارع، وكانوا يوم الجمعه بيبخروا الشقق والعماير عشان تتأجر، وكاتب العقد بارادته، واخد تسهيلات من الدوله، واخد الارض مش عارف مخفضه، واخد طن الحديد بكام، واتشال من عليه الضرايب العقاريه مش عارف ايه، وخد خلوات، وخد ثمن الشقه 3 4 5 و10 مرات. ولو انا اسف يعني في الكلمه، واتصرف على نفسه وربى عياله وكبرهم وجوزهم وسواهم وعملهم، وجاي دلوقتي تقول لا اصل القانون ما انتوا يا باشا الحكومه انتوا اللي عاملين القانون مش احنا. هو لو كان في تمليك الناس كانت هتشتري تمليك. ده نور الشريف الله يرحمه لسه يعني شايف له لقاء كان بيتكلم عادي يعني. طبعا الله يرحمه نور الشريف ميت قبل القانون يعني، اللي هو القانون لما طلع اليومين اللي فاتوا دول. قال لك انا كنت انا كان مرتبي مش عارف 17 جنيه ولا والله حاجه كده يعني. المهم كان بيدفع، واخد شقه ايجار هو وابوسي، كان بيدفع يعني مثلا كان مرتبه 25 جنيه وبيدفع 17 جنيه ولا 18 جنيه ايجار. ده كان بيقولوا مرتب الضابط ايامها كان 11 جنيه و12 جنيه، وايجار الشقه كان يعني تخيل بقى واحد عنده عماره مثلا فيها 10 شقق ولا حاجه كان بياخد ايجار. التضخم اللي حصل اليومين دول انت كحكومه جاي تحاسبني عليه دلوقتي عشان الايجار حرام وفلوسه قليله ومش فلوسه قليله. تمام انا معاك فعلا هو فلوسه قليله وظلم وتمام ومية مية وغلي وتمام ومية مية، بس انا برضه بالسبب في التضخم ده حضرتك، مش انا اللي خليت برضه الدولار يوصل 50 جنيه. يعني دي حاجه كده بالعقل. ولو رجل اللي عامل امبارح قال لك اهو انتوا سمعتوا، مش انا والله اللي بقول على قناه صدى البلد. والهو المذيع بيقول له ان شاء الله فاتح المذيع بتاع الاستاذ احمد موسى طبعا هيقول له ايه؟ هيقول له بعينك يعني مش هتشوفها؟
وراح خد حته تاني في البحر الاحمر، شاطئ كامل مش عارف ايه كام، ب 20 مليار دولار، واخدين قبل كده في راس الحج. جماعه في ايه يا جماعه؟ يعني ايه البيع اللي شغال عمال على بطال ده؟ والله العظيم ثلاثة، واتكلمنا في الفيديو اللي فات ده اقتصاد مزيف، اقتصاد مزيف. ما انا كل شويه اروح لواحد مزنوق هات 1000 جنيه، هات 1000 جنيه، هات 1000 جنيه. انا كده ما بحلش المشكله، انا بس بخلص الزنقه اللي انا فيها دي دلوقتي. وبعمل ايه بال 1000 جنيه؟ بستثمرها مثلا عشان اسد من وراها ال 1000 جنيه؟ لا، مش بستثمرها ولا حاجه. بجيب بيها اكل، وببني بيها، وبعمل بيها طرق، وبعمل. ده الكوبري عندنا في اسكندريه محمد نجيب اللي لسه فاتحينه بقاله اسبوع، افتتاح تجريبي، ميت عليه 3 لغايه دلوقتي. 3 شباب زي الورد، مش في حادثه واحده. يوم حادثه اول ما فتحها اول يوم، يعني واحد بتاع موتوسيكل طلبات توفى. تاني يوم تمام، تالت يوم واحد تاني توفى. اول امبارح، النهارده 9/9، يوم 8 امبارح، اول امبارح يوم 7. والله العظيم كنت ماشي راكب المشروع ورايح مشوار، واحد ميت برضه عليه. يعني ده يعني احنا يا ريت حتى بنعمل مشاريع حتى بيستفاد منها، لا ده يعني معمول غلط، معمول. ده طبعا ده اللي ماتوا، ده غير الحوادث بقى اللي شغاله على طول باستمرار كل ساعه. فجماعه يعني رجل الاعمال الاماراتي طلع حرج الناس كلها، يعني مش يعني انا لو منكم والله العظيم 3، يعني بغض النظر مستفيد مش مستفيد، والله العظيم عندنا الغوا القانون ده يا جماعه. ده طلع بمنتهى يعني، وعلى قناه مصريه كمان، ويقول لك انا عينيا على وسط البلد، اصل انا بحب وسط البلد. يا باشا انت عشان بتحب حته وسط البلد تهجر 10 15 مليون مواطن من مكانهم، وتوديهم في هنا وهنا وهنا وانت طبعا معلش، ما انت اللي بتقول بقى، ما انت بالطريقه دي هتبني لهم بقى، هو طبعا اللي هيدفع، هتبني لهم كام مساكن في اي حته متطرفه كده وبتاع، ويلا اشحن القطيع على هناك اللي هو احنا طبعا، وخلاص، ودي المفتاح لوسط البلد. ده وسط البلد ده يا جماعه، اقسم بالله العظيم، ده انا في اسكندريه لما بشوفها في افلام كده ولا بشوفها في بتاع، والله العظيم برتاح من المناطق كده، تراثنا كده، ما اعرفش اقول ايه بصراحه يعني. طالع امبارح حرج الناس كلها، لك انا بحب وسط البلد، انا عايز وسط البلد. في ايه تاني؟ ده المفروض والله العظيم 3 ما ياخد اوضه في وسط البلد. ده ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ والناحيه التانيه اثيوبيا برضه استفزاز. هو احنا بقينا كده اي حد يطلع كده وبتاع وخلاص؟ والناس عندنا هنا بصراحه يعني عادي، المهم هات فلوس، مش مهم قول ايه بقى، احنا هنفض وهنعمله هنكرشوا الناس مش مهم، المهم انت تاخد وسط البلد يا باشا وتتبسط وتمام ومية مية، عشان انت بتحب وسط البلد. لا يا جماعه كده بصراحه يعني الوضع كده مش حلو، واستفزاز قوي يعني، حتى اللي ليه مصلحه واللي ملوش مصلحه. يعني الناس والله العظيم امبارح على الصفحات وبتاع برضه يعني عارف، متضايقين يعني، بيقول لك بص اهو، يعني مش عارف اقول ايه بصراحه يعني. اخواتنا والناس اللي مننا والناس اللي انتخبناهم والناس اللي المفروض بيحكمونا ويحمونا وي 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 انا اسف يعني، هم اللي باعونا كده لرجل الاعمال الاماراتي كده وبتاع، وطلع بمنتهى العجرفه والضحك كده وبتاع ولا همه، بيتكلم بالاسلوب اللي حضراتكم شفتوه ده. حرام والله العظيم اللي بيحصل فينا ده. ارجوكم يا جماعه والله العظيم 3، والله ما والله ولا مستفيد ولا مش مستفيد، والله العظيم 3 عندم فيه، عشان الاحراج اللي عمله ده، وعشان الكلام اللي هو قاله ده، والضحك والاستفزاز اللي هو عمله ده، والله العظيم الغوا الموضوع ده، وتغور يا عم الفلوس من اي حته يا عم. ولا هو في ايه يا عم؟ احنا ايه يعني نتذلوا كده للدرجات دي يعني عشان خاطر مش عارف ايه؟ لا يا جماعه حرام كده، كتير كتير كتير. انا اسف يا جماعه طولت عليكم، بس هو كان موضوع بصراحه امبارح شفته والله العظيم يعني اتضايقت منه قوي بصراحه يعني، قوي 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 يعني. ومش انا لوحدي والله، ده كل الصفحات وصفحات المستاجرين وصفحات مش عارف ايه، كل الناس بصراحه كانت متضايقه بصراحه من الموضوع ده يعني. فارجوكم يا جماعه يعني كحكومه يعني بصوا لنا بص يعني، بصت اخويه كده، وبصت يعني ده احنا اخواتكم وولادكم يعني مش عارف هتعملوه في يعني، ما اعرفش بصراحه اقول ايه بصراحه يعني ربنا معانا والله العظيم ويعيننا على اللي احنا فيه يعني. معلش يا جماعه انا اسف طولت عليكم. كان معاكم اخوكم محمود من قناه قعده صحاب. ما تنساش تضرب اللايك المتين وتشترك في القناه عشان يبقى لك مكان لينا في كل قعده ان شاء الله نعملها.
سلام.